السلام عليكم. أول شيء تتوجه إلى الأب ستور، تأكد إنك مسجل دخول قبل، وروح لأي تطبيق مجاني واضغط تحميل. بيقول لك إدخال أبل آي دي موجود أو إنشاء جديد، اختر إنشاء جديد. بعدين بيقول لك اختر الدولة، خلها على يونايتد ستيت اللي هو المتجر الأمريكي. وافق على الشروط. هنا بيطلب منك الإيميل، تأكد من وضع إيميل، حاول إنه يكون جديد، بس أهم شيء إنك تقدر توصله ولا يكون سبق أن سجلت فيه. هنا حط رقمك السري، لازم يكون من 8 خانات أقل شيء، مكون من حرف كبير، حرف صغير، رقم، رمز. حط الرقم مرتين. بعدين هنا تضع، يقول لك اختر الأسئلة السرية والأجوبة، علشان لو بغيت تسترد حسابك. طبعا احتفظ بالبيانات هذه، مهم تحتفظ فيها بالكامل، حتى لو ما تدري وش معناها اختر أي سؤال واكتب أي جواب، بس احتفظ فيها. آه، هنا طبعا بيطلب منك الايميل البديل اللي ممكن تسترد فيه. طبعا هو اختياري، لكن افضل انك تحط ايميل تقدر توصل له. هنا تضع تاريخ الميلاد واحتفظ في بياناته، وتأكد انه اكبر من 18 سنة. قفل الخيارين هذه علشان ما يزعجك بالدعايات. بيحولك على الخيار هذا، حط العلامة على نن، يعني الحساب مجاني بدون بطاقة. بعدين التايتل مستر، وحط اسمك، اسم العائلة. الأدرس لازم يكون أدرس أمريكي، إذا ما عندك، أكيد إنه كلنا ما عندنا أدرس أمريكي. تروح لما المتصفح وتكتب فيك أدرس فور أبل أي دي. بيطلع لك خيارات كثيرة. طبعا حط أنت اللي هو تابع أو يو اس اي، بيعطيك الخيارات. حاول إنه قد ما تقدر تغير. مثلا غيرت انا الان رقم الفيلا او الشقه من 200 حطيتها 300. اسم الشارع خليته زي ما هو، المدينه خليتها زي ما هي، الولايه لا تغيرها. مثلا هنا سي اي معناته كاليفورنيا. ليش؟ لانه ابى استخدم نفس الزب كود. هذا مهم، لانه اذا غيرت الولايه يتغير الزب كود، فما ابغى انا تتعقد في الاخطاء ويوقفك ويعيد ويرجع. الرقم حاول انك تحط نفس اللي بالعنوان، بس غير اخر 7 ارقام عشان ما تطيح في رقم شخص معاه الرقم فعليا ويبغى يسجل ويلاقي نفسه مسجل مسبقا. هنا بيقول لك ارسلنا رساله او بريد الى ايميلك لتوثيق الحساب او لتاكيد الحساب. تروح لما الايميل تلاقي رساله جايتك من ابل، تضغط على اللينك اللي موجود فيها وتضع الرقم السري، وبكذا تكون فعلت حسابك. على بال ما نرجع الشرح هذا لاستخدام ابل اي دي في الاب ستور فقط لا غير. لا تعطي احد، لا تستخدمه في الاي كلاود. هذا الشرح فقط للابل اي دي في الاب ستور لتحميل البرامج. الاي كلاود له شرح مختلف، واذا احد طلب منك، ابوك، اخوك، زوجتك، ابنك، سوي له حساب. الطريقه بسيطه، بس لا تعطيه حسابك لان التطبيقات تنتقل. هنا لما تخلص خلاص بيبدا التحميل. اذا ضغطت بيقول دخل الرقم السري. بعد ما فعلته حط الرقم السري. طبعا في شغلات بسيطه الان تعقد الكثير منكم، زي مثلا الان راح يقول لك انه هل تبغى تستخدم البصمه للمشتريات. اذا تبغى اوكي. هنا اذا ضغطت موافقه بيطلب منك رمز دخول الجهاز. هنا يقول لك اذا تبغى تحمل تطبيقات مجانيه تبغى الرقم السري ولا بس بعد 15 دقيقه. تقول لا انت بعد 15 دقيقه، وبكذا يكون حسابك جاهز